يسعد صباحكم بكل خير. اليوم راح نعمل كوكيز الشوفان بالزعتر. بتمنى انكم تجربوه، تعطيني رأيكم بالتعليقات. في بداية الفيديو اللي اشترك بالقناة بتمنى انه يشترك فيها وتفعيل زر الجرس على كل حتى يصلك كل اشعار في قناتي. واذا اعجبك الفيديو شاركوه مع الاصحاب والاقارب حتى نكبر فيكم. زي ما انتم شايفين راح ان شاء الله اكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. كوباية مية دافية، وحطيت عليهم كوبايتين من الشوفان، اي كوب تستخدميه عندك، المهم يكون نفس الكوب. زي ما انت شفت حركته عشان يتشرب الشوفان المية، وراح اضيف عليهم معلقتين من السمسم، سواء محمص او سمسم ابيض مش مشكلة، ما بيأثر بالطعم. وراح اضيف عليهم سكر، وراح اضيف عليهم الزعتر هذا اشي برجعلك. انا تقريبا حطيت 5 معالق واكتر، لاني حسيت العجينة طرية معايا فزودت زعتر. اذا لقيت العجينة طرية معاكي زودي زعتر او شوفان او طحين. طبعا وضعنا كوباية من الطحين، وراح نحط ربع كوب من زيت الزيتون. حابة تستخدميها بزيت نباتي هذا اشي برجعلك، بس طبعا الزعتر ألذ زيت الزيتون. وهان ضفت باكيت من البيكنج باودر. حابة الوصفة هاي تكون مثلا تستخدميها لتعون الدايت والرجيم، استبدلي السكر بالعسل، واستبدلي الطحين الأبيض بالطحين الأسمر. إذا حابة تستخدميها بالدايت كتير كتير رائعة، وصفة كتير رائعة. ممكن تستخدميها كوجبة فطور أو عشاء في الرجيم أو الدايت، أو سناك. يوم هيك بتكوني بدك سناك هيك بالنهار، حابة تاكلي اشي كتير كتير، الوصفة هاي طيبة لأصحاب الرجيم أو الغير الرجيم. زي ما شايفين راح أعجن كل المكونات مع بعض. أنا هنا حسيت العجينة معايا لسه شوية طرية، فضفت بدل ما أضيف الطحين حبيت أضيف الزعتر. نكهة الزعتر كتير كتير رائعة في هذه الوصفة. شايفين لسه العجينة حساها لسه طرية، هي بتكون العجينة شوية طرية لأنه راح نتركها نص ساعة والشوفان راح يشفط كل السوائل، بس أنا حسيتها زيادة عن اللزوم عشان هيك ضفت شوية زعتر عليها. ممكن تزودي زعتر أو طحين أو شوفان، ما تحطي سوائل عشان ما تكون طرية معاكي الوصفة. هان تركتها لمدة نص ساعة عشان تتشرب معايا السوائل. بجيب اي نايلون عندك بتفرديه، وراح نفرد العجينة بين كيس نايلون من فوق وتحت يكون عليها النايلون عشان تسهل معاكي بفردها. وصفة كتير رائعة، ممكن تستخدميها كفطور، تاكليها مع اللبنة الحمص. كتير كتير وصفة رائعة، ممكن تشربيها مع كوباية شاي، كتير كتير طيبة. من زي ما شايفين فردت العجينة، أي كوب موجود عندك، كوباية متوفرة في كل بيت، راح استخدم كوب، وراح اقطع زي ما انتم شايفين دوائر. الفرن حرارته حتكون اعلى من الكيك بتكون واطية جدا، فالبسكوت احنا برضو بدنا اياه تكون درجة حرارة الفرن واطية، بس تكون اعلى من درجة حرارة الكيك بشوية، لانه قلتلكوا اي نوع من البسكوت بيحتاج نار هادية عشان يطلع يقرمش معاكم. هنا النايلون غلبني شوية عشان الهواية كنت مشغلاها فصار يطير، يعني اذا بتلاحظوا النايلون بتطير يعني عشان من الهواية مشغلاها، وانتوا عارفين حر الصيف، الله يجيرنا من حر الصيف ومن نار جهنم. الواحد ما بيقدر عن جد يتحمل وقفة المطبخ في اجواء الصيف.
ممكن هان تستخدم القطاعات اللي لها أشكال نجمة، أشكال تانية. أنا استخدمت الكوب عشان متوفر في كل بيت. انتي هوا ممكن تستخدميها بأشكال تانية، هذا الاشي برجعلك. هنا ملاحظة مهمة، إذا بتلاحظوا أنا ما ضفت ملح على العجينة لأنه الزعتر مالح، عشان هيك ما ضفت ملح على العجينة. حابة تضيفي هذا الاشي برجعلك، بس أنا زي ما قلتلكم ما ضفت عشان الزعتر عنا طبعا في شوية ملوحة. وهنا عمل معايا تقريبا زي 3 صواني، كمية حلوة. مقدار الكوب أنا كبير، تقريبا كوب تقريبا 300 جرام اللي استخدمته. ممكن تستخدمي كوبايات معيارية، بس كمية طبعا تطلع لك أقل. بس ما شاء الله يعني بتتاكل في نفس اليوم من كتر ما هي لذيذة. يعني إذا حابة تكتري، انت حابة تجربي أول إشي، حابة تجربي كمية بسيطة، وأنا متأكدة راح تعملوا كميات كبيرة منها بعد هيك، لأنها كتير عن جد طيبة. وهنا راح نوضع الصينية بالفرن. هذه الصينية الأخيرة، كنت واضعة صينيتين قبلها. وطبعا قبل ما تستوي معانا كوكيز شوفان بالزعتر، راح نركب الشاي عشان نشربها مع الشاي. وهيك أول صينية طلعت معانا من كوكيز بالشوفان بالزعتر. في الفيديو راح تسمعوا شوية من المديح، كان عرس جيراننا، الله يسعد هيك الناس كلها. حبيت بس اسمعكم صوت الكوكيز بالشوفان، عشان هيك ما كتمت الصوت. وهيك طبعا راح نقدمها بالشاي، قدمته مع اللبنة والحمص، كتير كتير طيبة. سمعين عن جد بنصحكم كتير كتير تجربوها، كتير كتير طيبة. يعني ممكن تشربيها مع الشاي، ممكن تفطريها فطور مع اللبنة الحمص. يعني بقى جد بتمنى انكم تجربوها وتسمعوني التعليقات الحلوة منكم. سامعين؟ عن جد رائعة، تستحق انكم تجربوها. وانا متأكدة 100% راح تزودوا الكمية، وراح عن جد تدمنوا عليها. إذا بتحبوا وصفات بالشوفان اكتبولي بالتعليقات. وهنا حابة تحفظيها، أنا بحفظها هيك بمرتبان محكم الإغلاق، وبتضلها مدة معاكي. وأشك إذا ضلت معاكي ما شاء الله راح تاكلوها في نفس اليوم من كتر ما هي طيبة. كتير كتير طيبة وخفيفة جدا جدا، وبتحسسك بالشبع، لأنه انتوا عارفين الشوفان هيك بتعطيك الشبع. كتير وصفة طيبة. وزي ما قلت لكم، حابين تستخدموها بالدايت، تستبدلوا الطحين بطحين أسمر، تستبدلوا السكر بمعلقة عسل. وهيك كانت وصفتنا لليوم، كوكيز بالشوفان بالزعتر. أتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم. ما تنسوني من دعمكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.